إذاعة صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. صوت إريتريا الديمقراطية صوت من أجل إرساء قيم الحق والعدالة والديمقراطية في إريتريا. مستمعينا الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم من صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية، ونبدأ معكم فقرات برامجنا لهذا اليوم، والتي تتضمن حصاد الأخبار وتقريرا إخباريا حول جولة سياسية يقوم بها رئيس الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية لقارة أمريكا الشمالية. ثم يلي ذلك برنامج في حضرة الوطن. وقتا طيبا نتمناه لكم مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. وكالمعتاد نستهل برامجنا بحصاد الأخبار، وإليكم العناوين. رئيس الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية يعقد اجتماعات جماهيرية مفتوحة في عدد من مدن أمريكا الشمالية. ونائب رئيس الهيئة التنفيذية يعقد اجتماعا لفرع التنظيم في هولندا. وفرع سويسرا يعقد مؤتمره الفرعي وينهي أعماله بنجاح. من عناوين الحصاد إلى تفاصيله عبر صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. ضمن جولة تعبوية يقوم بها رئيس الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية لقارة أمريكا الشمالية، عقد الدكتور يوسف برهانو اجتماعا جماهيريا مفتوحا بتاريخ 21 أبريل في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية، واجتماعا آخر في مدينة تورنتو الكندية في 6 من مايو الجاري. وتناول الدكتور يوسف في الاجتماعين الوضع المأساوي الراهن الذي يعيشه شعبنا في إريتريا في ظل قمع النظام الدكتاتوري، كما تطرق الحديث حول موجات الهروب الجماعي في أوساط الشباب التي انتظمت البلاد، مؤكدا على أنها نتيجة القمع والاضطهاد التي تمارسها الطغمة الدكتاتورية الحاكمة في إريتريا. وحول كيفية إسقاط النظام الدكتاتوري أكد أنها مسؤولية جميع القوى السياسية وليست مهمة تقع على عاتق تنظيم بعينه، داعيا كافة قطاعات الشعب الإريتري الانخراط في واجب النضال الذي يخوضه شعبنا ضد نظام الجبهة الشعبية الجائر. وحيى الدكتور يوسف برهانو صمود الشعب الإريتري في الداخل، معبرا عن امتنانه لحركات العصيان المدني التي بدت تلوح في الأفق من حي أخرية في الآونة الأخيرة، والتي صمدت أمام جبروت وطغيان جميع أجهزة النظام القمعية. وحول دور معسكر المعارضة في معركة التغيير الجارية، أكد رئيس الهيئة التنفيذية على أن جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية وبتنسيق مستمر مع بعض القوى السياسية الوطنية الحريصة تبذل قصارى جهدها على تجاوز حالة الخمول التي يعيشها معسكر المعارضة، مشيرا إلى مساعي حثيثة تبذل لعقد المؤتمر الوطني الثاني للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي. كما تطرق الحديث حول التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة،
مؤكدا على الدور السلبي الذي يلعبه النظام الإريتري ما قد يترتب عليه من خطر على المستقبل السياسي للكيان الإريتري. وفي ختام اللقاء منحت الفرصة للحضور الذين تلقوا الإجابات على تساؤلاتهم واستفساراتهم. عقد مسؤول مكتب الشؤون السياسية والتنظيمية لجبهة الإنقاذ الوطني الإريتري المناضل نجاش عثمان الخميس الموافق 10 من مايو بمدينة لاهاي اجتماعا تنويريا لأعضاء التنظيم بهولندا. افتتحت جلسة الاجتماع بكلمة ترحيبية من سكرتير مكتب الشؤون السياسية والتنظيمية المناضل سعيد عبد الله، ثم أعطي المجال للمناضل نجاش عثمان الذي استهل حديثه بتناول التطورات التي تشهدها المنطقة على جميع الأصعدة، واستعرض معاناة شعبنا في ظل النظام الدكتاتوري القائم والنضالات التي تخوضها قوى التغيير الديمقراطي ضد هذا النظام الدكتاتوري. كما وقف المناضل نجاش عثمان على محطة المؤتمر التنظيمي الثالث الذي عقد في العام الماضي والذي نجح بفضل جهود أعضاء التنظيم، كما تناول بإسهاب مجمل النشاطات التنظيمية في مختلف الدول التي تتواجد فيها فروع التنظيم، مشيرا إلى إعادة التنظيم التي انتظمت في غالبية الفروع. وأشاد بدور قواعد جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية على إصرارها لتحدي الصعاب التي تواجهها في مسيرتها النضالية لاقتلاع جذور الدكتاتورية القائمة في البلاد. وفي سياق حديثه عن الوضع الذي يمر به معسكر قوى المعارضة الإريترية، أكد على ضرورة الحفاظ على مكتسبات المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي وبذل الجهود من أجل تشخيص أزمته وإيجاد معالجات موضوعية لها وصولا إلى إنجاح المؤتمر الوطني الثاني للمجلس. وفي ختام اللقاء استمع مسؤول الشؤون التنظيمية لآراء وتوصيات أعضاء فرع هولندا الذين تعهدوا الالتزام بالخط الوطني والبرنامج السياسي والنظام الأساسي للتنظيم والعمل من أجل تنفيذ قرارات المؤتمر. ويأتي اجتماع نائب رئيس الهيئة التنفيذية بفرع هولندا ضمن سلسلة اجتماعات تنظيمية ولقاءات جماهيرية مفتوحة تعقدها قيادات جبهة الإنقاذ في عدد من البلدان. عقد فرع جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية في سويسرا مؤتمرا فرعيا في 5 مايو 2018 في مدينة لوزان بمشاركة ممثلين لخلايا التنظيم في مختلف الكانتونات السويسرية وبحضور أعضاء من قيادة التنظيم وبإشراف عضو قيادة الإقليم لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. افتتح المؤتمر الذي عقد تحت شعار إنقاذ الشعب والوطن فوق كل شيء بكلمات مقتضبة ألقاها كل من عضو المجلس المركزي وعضو إدارة مكتب الشؤون السياسية والتنظيمية المناضل محاري تسفاي، وعضو المجلس المركزي وعضو إدارة مكتب الشؤون المالية والاجتماعية المناضلة ميليتي تسفا جابر، وسكرتير لجنة إقليم أوروبا للتنظيم الأخ محمد يحيى موسى ود عبد الله. تناولت النشاط التنظيمي والوطني في أوروبا والاستعدادات الجارية لعقد مهرجان كاسل 2018 في مدينة ستوكهولم بالسويد. وقد أعرب المتحدثون عن اعتزازهم بصمود أعضاء التنظيم في سويسرا الذين تحدوا كافة الصعاب وأوصلوا الفرع إلى هذا المؤتمر الهام، معبرين عن أملهم في أن يكون لهذا الفرع مساهمة كبيرة في تعزيز الدور الوطني لتنظيمنا، وخاصة أن سويسرا تزخر بشباب وطني واعد. ثم انتقل المؤتمر لمناقشة تقارير الأداء التي قدمتها اللجنة الفرعية والتي تضمنت الصعوبات التي واجهت الفرع خلال الفترة الماضية والجهود التي بذلت لتجاوزها. وبعد مناقشات مستفيضة
للقضايا التي أثيرت في التقرير تم إجازتها، وبناء على تلك المناقشات تم وضع برنامج عمل طموح للمرحلة القادمة. استعرض المؤتمر النشاط التنظيمي والوطني وسجل تقديره العالي لنجاح المؤتمر التنظيمي الثالث الذي عقد في أكتوبر الماضي. وقد أكد مؤتمر فرع سويسرا على أنه سيصعد نضالاته لتنفيذ القرارات والبرامج التي تم إقرارها والهادفة إلى تفعيل النضال ضد النظام الدكتاتوري في إريتريا، كما سيسعى جاهدا لإنجاح مهرجان كاس 2018 في ستوكهولم. وأشاد المؤتمر بالجهود التي يبذلها التنظيم من أجل تطوير أدواته النضالية داخل إريتريا، والتي كان من نتائجها العملية الجريئة التي قام بها فدائيو جبهة الإنقاذ في منطقة زرع على ضفاف نهر عنسبة في 3 أبريل 2018. ودعا المؤتمر قيادة التنظيم إلى القيام بمبادرات تساهم في توحيد قوى المعارضة الوطنية الإريترية وصولا إلى تصعيد النضال ضد النظام الدكتاتوري في سبيل إنقاذ الشعب والوطن من الحكم الدكتاتوري القائم وبناء نظام ديمقراطي بديل. وفي ختام أعماله اتخذ المؤتمر قرارات هامة وانتخب بأسلوب ديمقراطي لجنة فرعية جديدة. من ناحية أخرى، عقد فرع السويد لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية مؤتمره السنوي في 12 من مايو الجاري، وناقش التقارير الأدبية والمالية المقدمة من إدارة الفرع، وبعد إقرارها انتخب المؤتمر الإدارة الجديدة بالتزكية. وفي الختام قدمت التوصيات لكيفية إعادة النشاط والحيوية للفرع. مستمعينا الأفاضل، قدمت لحضراتكم حصاد الأخبار من صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. هنا صوت إريتريا الديمقراطية، صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. صوت إريتريا الديمقراطية صوت من أجل إرساء قيم الحق والعدالة والديمقراطية في إريتريا. صوت إريتريا الديمقراطية صوت من لا صوت لهم من المكبلين والمكممة أفواههم، من الأبطال القابعين في غياهب السجون في باطن الأرض وخارجها. صوت يعبر عن آهات ومعاناة المواطنين المحرومين من العدالة. صوت يعبر عن آمالهم وتطلعاتهم في مستقبل مشرق. صوت إريتريا الديمقراطية صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. مندرين كي رجن جبيخن كوت سفل الفندين. شوخشو قنيت طغيانا كلك نغري لالولا عنقا اوين قنيتو احرمكي بشكا بتاسسيتو ناخوسي عقرزلي كن كنيسي عاللقصة لقاك مكي اللولا ببيريات اللقصة تفرم اللي اما بيات اللقصة. مندرنا رحمي يكرقلين بكل راس رري أخاكدن كيف يولك سريري تخالو لعب وستفريري موالد إذا قررك أنا
سلام انكت يا كشامة مخير سلام انكو تامد بالكسنا وعلي جالكت لبسنا شوفشتو دني طغيانا كلها من الأغري للولا أغا أون قنيتو أحرامكي مش كافة سرسيتو ناخون سياع قرزني كن كل زيد اللقصة تكمكي اللولا أبي الرياض اللبسة تقرم اللي أما الرياض اللقصة لما مندرنا رحمي يكرقلين بكل راس سرري أخاكتن كيف يغلق سريري تفعلوا لعاك وسكفريري موائلد إذا قررك أنا ما خير سلام انكت يا كشامة مخير سلام انكو تامد بركزنا وعلي جالكت لبسنا تقرر شنقروا أوي وانتكو أروا شان السلكو النخا انت قرع يفضا سن تقرر شنقروا أوي وانتكو أروا شان السلكو النخا انت قرع يفضا جبر درشع كتير فايم لولا شي وسي جبر درشع كتير من درينا شي وسي جبر درشع كتير فايم لولا شي وسي جبر درشع كتير من درينا شي وسي شنقروا أوي وانتكو أروا شان السلكو النخا انت قراي في غا جبر درشع كتير طيب لولا شي وسي جبر درشع كتير من درينا شي وسي الرجع كتير من برينا شي نجدد التحية والترحاب بكم مستمعينا الأفاضل، والآن إليكم التقرير المفصل للقاء جماهيري لرئيس الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية الدكتور يوسف برهانو بمدينة أوكلاند،
ضمن الجولة التي يقوم بها رئيس الهيئة التنفيذية المناضل الدكتور يوسف برهانو إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، نظم إقليم شمال أمريكا لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية يوم السبت الموافق 21 أبريل 2018 بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا ندوة سياسية هامة للجماهير الإريترية حضرها عدد مقدر من الإريتريين المقيمين في المدينة وضواحيها. افتتحت الندوة التي امتدت من 4 عصرا وحتى 8 مساء بكلمة ألقاها الأخ كمال إبراهيم رحب فيها بالدكتور يوسف برهانو وبأعضاء قيادة التنظيم وقواعده، وتقدم بجزيل الشكر والتقدير للحضور الذي لبى الدعوة وشارك في الاجتماع، ثم أعطى نبذة قصيرة للحضور الكريم عن المناضل الدكتور يوسف برهانو ونشأته في أسرة الوطنية ودوره النضالي في جبهة التحرير الإريترية لسنوات طوال. ثم أعطيت الفرصة للمناضل الدكتور يوسف برهانو الذي استهل حديثه بالتعبير عن تقديره لأعضاء جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية في أمريكا الذين نظموا هذا اللقاء الهام، كما تقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل المناضلين الوطنيين الذين تكبدوا المشاق للمشاركة في اللقاء. ثم تناول الأوضاع الإريترية الراهنة في الداخل والخارج على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن النظام القمعي في إريتريا يرتكز في استمرار نظامه وتمرير سياساته الهدامة على طغمة عسكرية وأمنية فاسدة ظل يستخدمها كأداة قمعية تذيق شعبنا صنوفا من القهر والتنكيل. وتناول رئيس الهيئة التنفيذية خطورة الوضع الذي تمر به إريتريا في هذه المرحلة، والمتمثلة في موجات اللجوء الجماعي لشريحة الشباب الإريتري التي باتت تهدد مستقبل الكيان الإريتري، محملا مسؤولية ذلك نظام الجبهة الشعبية القائم الذي انتهج منذ أول يوم استولى فيها على السلطة سياسة الإقصاء والعزل وقمع كل رأي مخالف لنهجه، وحول سبل التخلص من الدكتاتورية الجاثمة على صدر الشعب الإريتري. أوضح الدكتور يوسف برهانو على أن ذلك يتم بمشاركة كل القوى التي لها مصلحة في التغيير، وليس عبئا يتحمله فقط تنظيم سياسي أو تنظيمات سياسية بعينها، مؤكدا على أن الجميع مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى للقيام بواجبه الوطني والمشاركة بقوة في النضال الجاري من أجل إحداث التغيير الديمقراطي في إريتريا. وفي هذا الصدد ذكر الدكتور يوسف برهانو بفخر واعتزاز صمود شعبنا في الداخل أمام طغيان وجبروت النظام الدكتاتوري، مشيدا بالإحراك المتصاعد لهذا الشعب وخاصة في الآونة الأخيرة ضد صلف وغطرسة الطغمة الحاكمة، والتي تجسدت في أبهى صورها في انتفاضة شعبنا في حي أخريا بأسمرة بقيادة الشهيد البطل الحاج موسى محمد نور. وفي الوقت الذي أكد رئيس التنظيم فيه على أن شعبنا في داخل الوطن أصبح يدرك جيدا الطبيعة الدكتاتورية للنظام الحاكم، وعلى أن ثمة مؤشرات كبيرة تبشر بنضوج الظروف لقيام انتفاضة شعبية كبيرة، أعرب الدكتور عن استغرابه لمواقف قطاعات من الإريتريين التي لا تزال تقدم الدعم والمؤازرة للنظام الدكتاتوري، على الرغم من أن معظمها يعيش في مجتمعات ديمقراطية وتستمتع بخيرات تلك المجتمعات، وغير خاف عنها معاناة شعبنا في ظل الممارسات القمعية لنظام هيكدف. وبخصوص معسكر قوى المعارضة، أقر رئيس جبهة الإنقاذ بأن هذا المعسكر يمر بأضعف حالاته بسبب التشرذم والفرقة وعجزه في تحديد الأولويات النضالية كما ينبغي، مؤكدا على أن جبهة الإنقاذ بالتعاون مع بعض التنظيمات السياسية تبذل جهودا كبيرة من أجل تجاوز حالة التشرذم هذه والانتقال بقوى المعارضة من هذه الحالة إلى وضع يمكنها من التصدي للمهمة النضالية المرتبطة بإنقاذ الشعب والوطن من الحكم الجائر القائم في إريتريا اليوم. وفي هذا السياق تناول الدكتور يوسف برهانو بالتفصيل محاولات توحيد فصائل قوى المعارضة الإريترية منذ تأسيس تجمع القوى الوطنية الإريترية وحتى مرحلة إقامة المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، الذي يعتبر أعلى مظلة تستظل تحتها الغالبية العظمى من قوى المعارضة الوطنية. وأضاف الدكتور يوسف بأنه وعلى الرغم من أن إقامة المجلس الوطني الإريتري
كان مشروعا وطنيا كبيرا، إلا أنه وجه بتحديات كبيرة وقفت حائلة أمام تفعيل أجهزته وتمكينه من التصدي للمهام التي أنشئ من أجلها. وقد تناول رئيس الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ الجهود المبذولة حاليا من غالبية التنظيمات وعدد مقدر من أعضاء المجلس الوطني من أجل إحياء مؤسسات المجلس الوطني وتسريع الخطى باتجاه عقد المؤتمر الوطني الثاني في أقرب وقت ممكن، حتى تنتقل بالمجلس الوطني إلى وضع يتلائم مع المهام النضالية لشعبنا في هذه المرحلة التاريخية الهامة. وفي هذا الصدد أشاد الدكتور يوسف بالوطنيين الإريتريين الذين ظلوا متمسكين بمشروع المجلس الوطني واستعدادهم لتقديم كل ما يستطيعون من أجل إخراج المجلس من أزمته والمساهمة في الدفع به نحو عقد المؤتمر الوطني الثاني، وذلك لإدراكهم ووعيهم بأهمية الحفاظ على مظلة وطنية جامعة كالمجلس الوطني كمشروع وطني قابل للتطور والتقدم. وفي معرض تناوله للتطورات الإقليمية والدولية ذكر الدكتور يوسف برهانو أن منطقتنا تمر بحالة من التوتر وعدم الاستقرار بسبب الصراعات الإقليمية والدولية المحتدمة فيها، وخاصة الحرب الضروسة التي تدور رحاها في اليمن الشقيق. وأضاف أن النظام الإريتري أصبح ينتقل من هذا الحلف إلى ذاك، وجعل من ترابنا الوطني مكانا تتصارع فيه قوى إقليمية عديدة بشكل يهدد سيادتنا الوطنية وأمن وسلامة إريتريا وجيرانها. لا شك أن النظام الدكتاتوري في إريتريا الذي أثبت التاريخ بأنه لا يعير أي اهتمام لمصالح الشعب والوطن يستفيد من احتدام الصراعات في المنطقة في إطالة أمد حكمه الدكتاتوري. ثم ترك المجال للاستفسارات ومداخلات الحضور الكريم، والتي دارت معظمها حول رفض حالة التشرذم التي تعيشها المعارضة الإريترية والصراعات العقيمة بين فصائلها، والبحث عن كيفية توحيد جهود قوى التغيير الديمقراطي. وقد قدم المناضل رئيس الهيئة التنفيذية أجوبة وتعليقات وافية على جميع الاستفسارات والتساؤلات التي وردت من الحضور. كما شارك المناضلون المسيوم ورمضان صالح وجمال آدم في إعطاء مزيد من التوضيحات لمواقف التنظيم الداعمة للارتقاء بالعمل الوطني المعارض والتنسيق مع كافة القوى المناضلة من أجل التغيير الديمقراطي الحقيقي في إريتريا. هذا وقد شارك في اللقاء مناضلون كبار وممثلو بعض التنظيمات الشقيقة وأعضاء في المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي. وفي نهاية اللقاء تم تسليم شهادة تكريم للدكتور يوسف برهانو تقديرا لنضالاته من أجل الشعب والوطن على مدى أكثر من 50 عاما. وعبر المناضل دكتور يوسف برهانو رئيس الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ عن جزيل شكره وعظيم امتنانه لهذا التكريم، معتبرا ذلك تكريما لكل المناضلين من أجل الحرية والعدالة. وفي مساء اليوم نفسه أقام المناضلون مأدبة عشاء على شرف رئيس الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ والوفد المرافق له، وكانت فرصة جميلة لتبادل أطراف الحديث حول ذكريات النضال وهموم الوطن في الوقت الراهن وأهمية توحيد قوى المعارضة الوطنية الإريترية. ومن جهة أخرى عقد الوفد القيادي لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية برئاسة المناضل الدكتور يوسف برهانو رئيس الهيئة التنفيذية لقاء استمر زهاء الساعتين عبر الدائرة التليفونية المغلقة بمجموعة من المناضلين الإريتريين المهتمين بالمجلس الوطني والداعمين لمسيرته. وقد عبر الدكتور يوسف عن تقديره البالغ للمواقف الوطنية المخلصة التي بذلتها هذه المجموعة وما أبدته من استعداد كبير لدعم المؤتمر الوطني الثاني. وتناول اللقاء كافة القضايا المرتبطة بالمجلس والعوائق التي واكبت مسيرته والجهود المبذولة لتجاوزها. ومن جانبهم قدم أعضاء المجموعة شرحا وافيا للجهود التي بذلتها المجموعة وما قام به بعض أعضاء المجلس الوطني من محاولة عرقلة جهودهم الهادفة إلى دعم عملية التحضير للمؤتمر الثاني للمجلس الوطني. وقد أفاد التقرير الذي وصلنا من هناك بأن اللقاء كان مثمرا وبناء وساده جو من الحوار الشفاف والصريح.
وفي نهاية اللقاء أكدت قيادة جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية على أنها ستبذل ما بوسعها من أجل إنجاح الجهود الحالية لإخراج المجلس الوطني من أزمته من خلال معالجة موضوعية لأسباب الأزمة وتداعياتها والدفع بالمجلس نحو المؤتمر الثاني، مضيفة أن التنظيم لا يسعى مطلقا لتحقيق مكاسب تنظيمية ضيقة، بل موقفه نابع من إدراكه بأن مؤسسات المجلس الوطني التي توصلت إليها قوانا الوطنية بعد جهد نضالات طويلة لا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط بها والبحث عن مشاريع جديدة أخرى. كما تعهد أعضاء مجموعة المهتمين بالمجلس الوطني على مواصلة جهودهم لدعم المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي.
في حضرة الوطن. في حضرة الوطن برنامج يتناول مكانة الوطن وما يمثله من تطلعات وآمال للأفراد والشعوب والأمم، وما يعتري تلك التطلعات والآمال من التحديات، ومع ذلك لا بديل عنه. وطني أيها المجد الأبي، جبالك صدور أمهاتنا شامخة تباهي بك، وسهولك حضن جد الحنون، كل ما فيك يا وطني جميل. حتى سموم القهر وظلم أخ أو قريب لا يبعدني عنه، فأنت خيمة زماني وهدوء بالي ووسادة أحلامي. نجدد التحية والترحاب بكم مستمعينا الأفاضل، وندعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج في حضرة الوطن. قالوا عن الوطن: من أين أبتدئ الحديث عن الوطن؟ ولمن أصوغ حكاية الذكرى؟ لمن؟ من أين وأمجاد تشرق في دمي نورا من الذكرى وتختصر الزمن؟ من أين والإيمان يجري نهره عذبا ويغسل عن مشاعرنا الدرن؟ من أين أبتدئ الحديث وليلتي تأبى على عيني مقاربة الوسن؟ من أين والأشواق تحلف أنها ستظل تسقيني التذكر والشجن؟ من أين والزمن السريع يمر بي وجبينه بدم الرحيل قد احتقن؟ من يسعد الأوطان غير بنيها، وينيلها الآمال غير ذويها؟ ليس الكريم بمن يرى أوطانه نهب العوادي ثم لا يحميها. ترجو بنجدته انقضاء شقائها وهو الذي بقعوده يشقيها، وتود جاهدة به دفع الأذى عن نفسها وهو الذي يؤذيها. سبل المكارم للكرام قويمة، فعلى ما يخطئها الذي يبغيها. ما أكثر المتفاخرين، وإنما فخر الكرام بما حبت أيديها. يحوي الكريم المال لا يبغي به شيئا سوى أكرومة يحويها. والجود يحمد حيث كان، وخيره ما نال أوطان الفتى وبنيها. ولقلما أرضى امرئ أوطانه حتى تراه بنفسه يفديها. أيظن منكم بالمعونة موسر، يلهو ويمرح كل آن فيها؟ هي أمكم، لا كان من أبنائها من لا يواسيها ولا يرضيها. وهبتكم الخير الجزيل، فهل فتى منكم يحسن صنيعها يجزيها؟ سعدت لعمري بالصنائع حقبة، ولت على عجل فمن يثنيها. لو يسمع الموت الهمود مقالتي، أسدو إلى الأوطان ما يغنيها. حريتي حريتي حريتي
صوت أردده بملء فم الغضب تحت الرصاص وفي اللهب، وأظل رغم القيد أعدو خلفها، وأظل رغم الليل أقفو خطوها، وأظل محمولا على مد الغضب، وأنا أناضل داعيا حريتي 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 حريتي، والضفتان ترددان حريتي، ومعابر الريح الغضوب والرعد والإعصار والأمطار في وطني ترددها معي حريتي حريتي حريتي. في الأرض، في الجدران، في الأبواب، في شرف المنازل، في هيكل العذراء، في المحراب، في طرق المزارع، في كل مرتفع ومنحدر ومنعطف وشارع، في سجن، في زنزانة التعذيب، في عود المشانق رغم السلاسل. رغم لظى الحرائق سأظل أحفر اسمها حتى أراها تمتد في وطني وتكبر، وتظل تكبر وتكبر حتى تغطي كل شبر في ثراه، حتى أرى الحرية الحمراء تفتح كل باب، والليل يهرب والضياء يدك أعمدة الضباب، والرعد والإعصار والأمطار في وطني ترددها معي حريتي حريتي حريتي. أول جيد عبده مال قطع قبلته ولا سير بيرقهم مدير دال دبعتا دال وكتا قفاتي ولادي يتروا لطريق عواتي مدور رحت قانا مدور تبعوا الهرقاتي يا مراوي وطاد ناسد الأبيات النيتاتي ولاد لبل لماتهم لتباكي أدال وكتاي قفاتي أدال وكتاي قفاتي ولادي يتروا لطريق عواتي مدور تبعوا ومدور تبعوا لرقاتي مراوي وطاد ناسد أبيات النيتاتي ولاد لبل لماتهم لتباكي شاباي قرر ماي شاباي لقرر ماي تيك ببرد هجوم بينكي باي وعلى تريانا صوت مسلك بواسلي ماي من استعمار نطلع عندك وقوماتا كلو قداي والسراي أما سيل سلت كوناتا السور قادر أسل والقاباتا تار كلو للداي وانت للوم بناتا ليلي دمار كديو ليلي دمار كديو ليلي دمار كديو وليلي دمار كديو كرسي دولة انت سن ترود له الراسو يا بور القوق انت من لو مرحماسو دقا حاضر انت حيوت بل في الراسو مارك شابك انت تهل على فرساسو ضباب جوماتي عباد في الاساسو هو كان دباتري يبو تراسو والهلا مدير يكوني ادتنا دا ترباسو
هكذا مستمعينا الأفاضل وصلنا بكم إلى ختام بثنا لهذا اليوم، ودمتم في رعاية الله حتى نلتقي في بثنا القادم، وتحياتي وتحيات فريق الإعلام. هنا صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية.